القطب البيولوجي في معتمدية بوسالم مشروع كبير تم إحداثه مؤخرا بالجهة، واللي ساهم بشكل كبير في دفع حركة التنمية في البلاد وتغيير المشهد الاقتصادي لمعتمدية فلاحية بالأساس. التشجيع على الاستثمار في مجال الفلاحة والمنتوجات البيولوجية بدأ في تونس من سنة 2003، وكانت القيروان نقطة الانطلاق، ووصل المنتوج الفلاحي البيولوجي بالمنطقة لحوالي 5600 طن مع نهاية 2008، وأصبحت تونس من البلدان المصدرة للفلاحة البيولوجية باتجاه الاتحاد الأوروبي. بيو بوسالم ماركة عالمية مسجلة أصبحت تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال اللي يحرصوا على إقامة مشاريع في مجالات بيولوجية مختلفة في معتمدية بوسالم. واللي لازم نقولوه هو أن المشروع هذا عاد بالفايدة الكبيرة، مش كان على متساكني معتمدية بوسالم وإنما على سكان المناطق المجاورة لها، وذلك بتوفير فرص عمل كبيرة وتحسين مستوى الدخل وظروف العيش. تركيز قطب بيولوجي في بوسالم ساعد على استغلال الثروات الطبيعية والفلاحية بشكل صحي والترفيع من جودة المواد المنتجة كما زيت الزيتون، العسل والحبوب. هذا الكل ساعد على فتح أبواب جديدة للاستثمار، وهي الاعتماد على المواد البيولوجية هذه في إنتاج العديد من مواد التجميل ذات الماركات العالمية. القطب هذا شجع على السياحة البيئية دي زوتيل كي ريسبكت لونفيرونمون وفنادق 100% بيو، مما ساهم في تحريك قطاع السياحة في مدينة بوسالم واستقطاب عدد كبير من السياح اللي يجيوا باش يتمتعوا بمناخ صحي. إرساء مشروع كيما البول بيولوجيك في معتمدية بوسالم فيه نوع من العدالة الاجتماعية وإلغاء كل أشكال التفرقة والتمييز بين الجهات، وهذا الكل فضل ثورة تونس 2011 اللي دعت لإرساء الحرية والديمقراطية.